نظرية اسمها السنة من فوق. من أهم ما يمكن قبل ما أقولها أقول نصيحة رابعة أو خمسة. أرجوك انوي تبقى في العشر الأوائل. بس أنا طالب منك حاجة واحدة بس. هو ده رد الفعل اللي بيحصل كل سنة. عارفين الفرق بين أوائل دفعتكم وال500 على الدفعة، وكلكم قاعدين هنا معايا، أنا عارف في من ال500 وفي من الأوائل. عارفين الفرق بينهم إيه؟ فرق واحد بس. ده أراد وده لم يرد. بس ده داخل ناوي يبقى وده داخل مش ناوي يبقى. تقول انا بقول لك انوي، يقول لك لا 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 منويش. انوي ليه يا اخي؟ بقول لك انوي تبقى في الاوائل. لا يا فندم انا غبي. انا غبي حضرتك مش باين عليا ولا ايه؟ صاحبة عينيا. انا غبي وانا منويش. لا طب يا ابني حاول، يمكن واحد غبي لا 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 لا. عارف خطورة انك ما تنويش تبقى في الاوائل ايه؟ انك بقيت حياتك ناوي تبقى برضو كده، تبقى دكتور عادي. لما اقول لك انوي لما تتخرج انوي تبقى اشطر دكتور في تخصصك. اشطر. ده انا ببيع كروت موبايلات في الشارع. بس فده الخطورة. تعيش حياتك انت قررت تكون في الصفوف الخلفية. وبرضو الفرق بين الاشطر دكتور واللي مش اشطر دي والله. بس انا نويت من سنين ابقى اشطر جراح، ما كنتش هرضى باقل من كده. وليه ابقى اقل من كده؟ ليه يا حبايبي؟ فوانت دلوقتي لو سمحت انوي انا ان شاء الله السنه دي في الاوائل، حتى لو انت طول عمرك جيد وجيد جدا ولا حاجه وانا جنبك. هقول لك ازاي تبقى كده، بس اسمع كلامي. نصيحة في السكة مش تبع النصايح. صدق خبرة العواجيز. يعني انا خد اكزامبل على ستة طب اللي احنا فيها. انا بقول لك يا ابني لما تذاكر من هنا تعمل كده 1 2 3. خلاص صدقني. هو انا ليا اي مصلحة في كده؟ انا بحبك وبقول لك يا ابني عشان مصلحتك اعمل. وانا راجل دلوقتي تميت 96 سنة. انا كنت متخيل لما اوصل 87 سنة اتقاعد، لكن لقيت نفسي عندي قدرة للعطاء. خش يا بنتي. فانا في سني ده اللي هو 94 سنة لما النهارده اقف معاك اللي يضحك. وانا قلت اول مرة ايه؟ بقيت بنسى. لما في سني ده انصحك اسمع كلامي، ما تبقاش غبي. انا بتكلم بالمذكر، ما تبقيش غبيه. ما جيش انا اقول لك كلام تقول ايه؟ لا 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 اصل انا ليا طريقه، لا اصل انا ليا ابدا. ليه يا حبيبي؟ ليه؟ مالكش حاجه. تخيل انت قابلت واحد تانية طب وانت راجل جبت امتياز في تانية طب وطالع التانية على الدفعه. قلت له يا حبيبي انت عامل ايه في البايوكيمستري وعامل ايه في الاناتومي؟ تعال اقول لك نصايحي. فقلت له نصايحك. قال لك لا اصل انا حضرتك ليا طريقه تانية، انا ليا يعني تقول عليه ايه؟ حمار. بس غبي. ده انت اديت له من وقتك وانت مش فاضي عشان تقعد تقول له يا ابني ذاكر اناتومي بالطريقه دي وبايو بالطريقه دي وهيستولوجي كده واسمع كلامي. فما بالك الفرق بينك وبتاع ثانيه دون 4 سنين، والفرق بيني وبينك 77 سنه تقريبا. ما انا تميت 100 الحمد لله في الحبه دول.